السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عند ضريح الشيخ سيد المختار بن إبراهيم بن الكسار العبيدي، اللي قال عنه ناصر الدرعي ياقوتة المغرب، وفعلا ياقوتة المغرب كما قال الشيخ. بعد هذا ولد الشيخ سيد المختار في شنقيط 1040 هجرية 1630، وفيها تلقى دراسته وتكوينه إلى أن صار فقيها بارزا وعالما عاملا شهيرا متميزا، ومنها توجه إلى المشرق لأداء مناسك الحج. ولما قدم إلى حوز مراكش نزل أولا بمكان قرب سيدي سعيد السابق، فنال إعجاب الفقهاء الرقراقيين خلال مناقشات وحوارات في أمور دينية مختلفة. ولما سمع به السلطان مولاي إسماعيل جاء من فاس إلى عين المكان وجالسه بحضور سيدي أحمد بن نصر الدرعي منذ 3 أيام، فأعطى الجميع ظهائر التوقير والاحترام، كما ظهيرا لرقراقة قصد التمليك في أرضهم. وقد أهدى سيدي المختار الخيمة التي جرت بها المذاكرة العلمية لرقراقة، واشترى منهم منطقة تغسريت ب66 ناقة، وشهد في رسم البيع سيد أحمد بن ناصر والحسن بن ناصر الدرعي والحسن اليوسي. وقد شيد سيد المختار بمقر إقامته الأولى قرب سيدي سعيد السابق مدرسة تدريس العلوم الدين، ولما توفي سيدي سعيد السابق مدرسة التدريس والعلوم الدين، ولما توفي 1129 نقله أولاده إلى حيث يوجد الضريح الآن بزاوية العامرة بأبنائه وحفيدته سهل عجيات. هذو الرجالات اللي تكلموا عنه، عن الشيخ سيد المختار في ذاك العصر. نشوفوا هذا الضريح من برا ونشوفوا الناس اللي كانت معاه. قلنا هذا المكان هذا من عند الباب هذا كانوا احنا اولاد صغير، هذه البلاصه هذه كامل صورت كانوا هي اولاد صغير، وكانت الناس تداوى بشويه من التراب كما يقول الحديث: ريقوا بعضنا يشافي بعضنا. هذا هو اللي قد سمعنا بهذه اللفظه هذه. هذه البلاصه هذه كامله هذه كانوا فيها اولاد صغير يداوى بهم الناس. وهذا سيد المختار، هذا هو سيد المختار بن الكسار بن إبراهيم بن الكسار العبيدي. وهذا شتو وهذا سيد المختار. اليوم غادي يكون الموسم ما باطل يوم 21 شهر 8 2025 يعود الموسم ديال هذا الضريح ديال هذا الشريف هذا مسمي عليه. وكيف قالوا الناس وقالوا ياسر من هذا المؤرخين من سيد المختار العبيدي انه وصى بانه ما يندفنش، ما يدارش عليه قبه وما يدار عليه عيش، لان هذا الضريح هذا الموجود في سيد المختار ما هو سيد المختار العبيدي. سيد المختار العبيدي خارج القبه، هذا واحد من العبيدات يقولوا سيد المختار، وهذه هي وصيه سيد المختار. اصلا هذا العلماء والفقهاء ما يبغوا القباب تعود عليهم. كان نعرف واحد الضريح في ولاد شنان كانوا كيغطوه ويصبح بلا غطاء، يغطوه ويصبح بلا غطاء من عند الله سبحانه وتعالى. هو سيد المختار. شوف الأخطاء دايما كتلقاها. شوف سيد المختار بن عبيد حيدوهم إبراهيم وحيدوا الكسار، داروا عبيد ديريكت بن سيد عمارة بن عزوز بن إبراهيم بن عمر بن عامر الهامل مكنى بالسباع، المولود حوالي 984 شنقيط، وفاة في المنية 1085 هجرية. شفت هذا سيد المختار. إذن عن هذا سيد المختار هذا بن عبيد بن سيد عمارة. هذا سيد عمارة ديال سيد عمارة ديال جماعة العمامرة، أو سيد عمارة اللي في عين النخلة في الصحراء. حد يقول لنا أيهم، لأن سيد عمارة على مرتين. سيد عمارة هذا اللي كان سيد عمارة هذا اللي هنا في نواحي إقليم أسفي، وسيد عمارة اللي في عين النخلة هو الكبير. وتحياتي لكم التعليق.
اللي يفيد، اللي يعرف شي حاجة يفيدنا، لأن هذا التاريخ ديال هذه القبيلة. شوف قال لك عامر الهامل توفى في 924، وهذا الوالي الصالح سيد المختار العبيدي توفى 984، وبينهم معاه 6 ولا 7. إذا باش تعرفوا بأن، شوف التاريخ كيفاش التزوير، كيفاش تدليس في التواريخ. 84. ويقول لك جه السلطان اللي حاصر مدينة فاس عقب ذاك التمرد اللي كان فيها 918. لا يعقل يعود جد الجامع لهذه القبيلة هذه. واغلب الجيش قال لك مولد بالسبع، اش نقولوا بالعشرات بالمئات بالالاف. راه كاين ما ينقال في التاريخ هذا. التدليس بعينه مباشرة، يضحكوا على الناس مساكين ما عارفين والو، ويمروا عليهم هذا الشيء ويبزوا عليهم. شوف حنا غادي نحسبوا كاع المسجد المختار، ها 1 عبيد، عمارة 2، عزوز 3، ابراهيم 4، عمار 5، عامر الهامل 6. هذو 6 غادي نزيدوا 2 سيد المختار بن ابراهيم بالكسار، هما عادوا 8. ايوا 8 حنا كم غادي نعطوا لواحد كاع. إلا عطينا هاد الناس هذا 984 كما قال ابن خلدون 100 سنة فيها 3 الناس. ايوا تحياتي لك.